أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من إحدى حلقات دكتور إكس. أنا أحمد مامون وأهلا بكم في دكتور إكس. جميلة أوي الكلمة دي. طبعا بقى في بداية الفيديو، لو أنت أول مرة تشوفني فأنا أحمد مامون، بيقول إن أنا بعمل فيديوهات كوميدية جدا، الناس خفيفة جدا، مش عارف تعجبهم إزاي يعني. لو عجبك اللي إحنا بنعمله وحابب إن يوصل لك كل الفيديوهات اللي إحنا بنعملها، ممكن تدوس سبسكرايب من تحت وفعل زرار الجرس من جنب زرار السبسكرايب عشان تساعد من الناس الفيديو يجي لك على طول. كم مرة بتصحى من النوم وتلاقي نفسك زومبي؟ المنظر ده والله انت بتستحملوا ازاي تشوفوا حاجات كده؟ زومبي دي حضرتك معناها انك صاحي من النوم عايز تنام تاني. عايز اموت يا جدعان، انا كنت مخمود ولسه صاحي من الخندق، ايه اللي مخليني عايز انام؟ والله صراحه يا ابني تكثرت الاقاويل والاسباب للموضوع ده. في منهم اسباب بيقال انها علميه بحته، واسباب اخرى بيقال ان هي هبديه بحته. ايه هبديه بحته حضرتك؟ ان كل واحد رايح جاي كده، ايه ده انا نفعت معايا دي، اما اطلع اقولها للناس. احنا هنجيب الزتونه حضرتك في الفيديو ده واقول لك ايه بتصحى من النوم. ليه تصحى من النوم تعبان؟ دي ليها اسباب كتير جدا جدا جدا، لكن احنا هناخد العلاجات بس، لان احنا لو خدنا الاسباب الفيديو ده هيخلص كمان 15 سنه. احنا بننام بدري. الاول خلينا متفقين ان المفروض حضرتك ما تصحاش بهذا الشكل، لان انت جسمك اساسا متعود على الانتاجيه، متعود على الحركه، متعود ان هو يفضل يعمل حاجه. طول ما حضرتك مفخد اكيد هتحس بالتعب، يعني مش محتاجه ذكاء. يبقى دلوقتي البوينت اللي احنا نخرج منها بالعلاج كله، ازاي تحل مشكله التعب اول ما تصحى من النوم او في اي وقت عموما. يعني اول علاج هو بيقول عدم التفخيد في مكان واحد. ماذا تقول بحق الجحيم؟ والله المفروض ان تكثرت الاقاويل في الموضوع ده بالذات. في دراسه اتعملت سنه 2004، ودراسه اتعملت سنه 2008، ودراسه ثانيه اتعملت سنه 2009. الثلاث دراسات دول بيقولوا ان الانسان اللي بيقعد في مكان واحد بس اكتر من 48 ساعه يجيله احباط واكتئاب داخلي. هو انت اخر مره خرجت من بيتكم كانت امتى؟ فكرتني بالذي مضى. والله انا اخر مره خرجت من البيت كانت ايام الحمله الصليبيه الاولى على مصر. يعني والحمله الصليبيه جت على مصر اصلا؟ ليه بتزنقني؟ مش فاهم. امتى هي اخر مره خرجت فيها من بيتكم؟ مش عشان الدروس، عشان تخرج تتمشى مثلا؟ لا كتير كتير، صح؟ انا عارف. نحن شعب عاشق للتفخيد. والله العظيم بجد. دلوقتي انت قلت اسماء دراسات، يعني عايزين نفسر. الثلاث دراسات دول عملوا نفس التجربه بالظبط. جابوا مجموعه من الطلاب، قسموهم لاثنين، نص طلبوا منهم ان هم يفضلوا في البيت بتاعهم او السكن الجامعي بتاعهم وما يخرجوش منه، والنص الثاني يخرجوا كل يوم في الشمس 20 دقيقه. وفضلت التجربه دي مستمره لمده اسبوع واحد بس. اتفاجئوا ان النتيجه بتاعتهم ان الطلاب اللي خرجوا في الشمس نسبه التعب او الاكتئاب او الاحباط عندهم قلت بشكل غير طبيعي. اخبرني ماذا تقصد بحق الجحيم؟ لا بليز، لا بليز، لا بليز. اوكي، المفروض يا سيدي ان جسمك بيتكون من بعض الهرمونات، ولازم تخش له بعض الفيتامينات اللي المفروض تشجع الهرمونات دي انها تشتغل. ايه علاقه ده بالتعب اصلا؟ علاقه ده بالتعب يا سيدي ان جسمك بيحتاج فيتامين د او فيتامين دي. فيتامين دي حضرتك موجود في كل حاجه حواليك، من خضار لفواكه للحوم لاسماك لاي حاجه تانية موجود، لكن الفكره في الكميه بتاعت فيتامين د اللي بتخش لك. اقل كم جسمك محتاجه من فيتامين د في اليوم هو 300 اي يوز او اي يو اس، دي وحده القياس كده، زيها زي الكولوم، فولت، ما الى ذلك. 300 ايو ده اللي هو المفروض تقريبا موجوده في وجبتين سمك مثلا او فرخه كامله. لكن المفروض الدراسه اللي طلعت اخر واحده اللي هي طلعت سنه 2009 بتقول ان الريكومندد او المقترح او المفضل انك تاخد 4000 ايو في اليوم. قول لي هو الحاج عامل ايه بعد ما اتخرب بيته؟ طب انا كده هفضل تعبان على طول، انا هجيب كل الفلوس للاكل ده كله منين يعني؟ والله اللي انت ما تعرفوش ان الايوز ده موجود ببلاش. ماذا تقول؟ الايوز هو ضوء الشمس. انا بتكلم جد والله، الايوز هو ضوء الشمس. فيتامين د اللي بيخش لك هو ضوء الشمس، بمعنى ان انت لو اتمشيت كل يوم 20 دقيقه في الشمس بيدي جسمك قوه دفع رباعيه زي ما بيسموها يعني. يبقى انت كده خدت ال 4000 ايوز اللي المفروض انت عايزهم في اليوم من غير ما تاكل اي حاجه ومن غير ما تشرب اي حاجه. وطبعا مش محتاج اقول لك ان بابا هيتبسط بيك قد ايه بعد ما بعدت عنه خراب البيوت. يبقى اول حل عشان تتفادى التعب انك تخرج في الشمس 20 دقيقه كاملين. كفايه تفخيد، ابوس ايدك. تاني حاجه من ضمن اسباب التعب قله النوم. هو ايه علاقه التعب بالنوم؟ انت متخلف يا ابني، ما النوم اساسا قلته تعب. جرب كده ان انت تطبق يوم كامل من غير ما تنام، هتلاقي نفسك لحد العصر تاني يوم ورحت خلاص موت. بس دلوقتي في ناس بتنام كتير جدا 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 وبرضه بيصحوا تعبانين. طب ازاي ده؟ انا اقول لك بقى. والله يا سيدي الموضوع مش مريب زي ما انت متخيل، لكن في ناس ممكن تنام 5 ساعات تصحى فايقه مش حاجه جدا، وفي ناس ممكن تنام 14 ساعه في اليوم وتصحى مش شايفه قدامها. ده ليه؟ لان عجله النوم عندك ما كملتش. انت بتقول ايه؟ عجله النوم او ما يعرف نوم الاحلام او زمام الاحلام او الديب سليبنج زي ما بيسموه، يعني بيتكون من 4 مراحل رئيسيه. يعني تقدر تقول ان هي عباره عن كذا ليفل. ليفل دي معناها ان الليفل 1
ليفل 2، ليفل 3، ليفل 4. بعد ما بتعدي الاربع ليفلات دول كلهم بتخش على مرحله النوم العميق. طب ازاي ده؟ اول حاجه ليفل 1 بتاعك ده انك تطفي الاوضه كلها من النور وتخش تحت البطانيه. ليفل 2 انك تبدا تغمض عيونك وتحسس جسمك تماما انه خلاص بقى مسترخي وده ميعاد النوم بتاعك. ثالث مرحله انك تخش بمرحله الهايبرنيت، او انك صاحي ومش صاحي في نفس الوقت، ودي المرحله ساعات بتحصل فيها الاحلام المتخلفه بتاعتنا، اللي انت تحلم ان انت بتنط من فوق دور او حد بيحدفك من فوق دور، ما الى ذلك يعني من الاحلام المتخلفه دي كلها يعني. رابع مرحله وهي مرحله الديب سليبنج او النوم العميق. الدراسات بتقول ان النوم كله عموما بيتكون من الاربع مراحل دول. كل مرحله من دول عشان تكمل بتاخد تقريبا 90 دقيقه. 90 دقيقه ده اللي هو عشان خاطر تصحى فايق لازم كل مرحله من دول تكمل. فاضرب 90 في 4 تقريبا ب 360 دقيقه. 4 في 9 ب 36. يعني قد يختلف الوقت، يعني يزيد او يقل. في ناس ممكن تبقى المرحله الاولى بتاعتها 30 دقيقه، 40 دقيقه، 50 دقيقه، وفي ناس ممكن تزيد عندها، ممكن توصل كل مرحله فيها ل 100 120 دقيقه. طيب بناء على ايه الاختلاف ده بيحصل؟ الاختلاف ده بيحصل نتيجه التعب او الشغل اللي انت عملته في اليوم قبلها. يعني نفترض ان انا دلوقتي النهارده صاحي من 8 الصبح لحد 12 بالليل بذاكر مثلا. النتيجه ان انا اول ما اجي احط دماغي على المخده هلاقي نفسي كل المراحل اللي فاتت دي طارت ودخلت في النوم العميق على طول، لان كله قل والديب سليبنج هو اللي خد الكم الاكبر. طب دلوقتي انا ابتديت دماغي تنشن ومبقتش فاهم حاجه خالص منك يعني. من الاخر ان انت ساعه ما تصحى من النوم تلاقي نفسك تعبان، ارجع نام تاني. قشطه، انا بحب كده. انا بتكلم جد على فكره والله ما بتريق. انت اول ما تصحى من النوم تلاقي نفسك تعبان وحاسس ان انا مش شايف قدامي وحاسس ان انت زومبي ماشي اساسا، ارجع نام تاني. ما تقولش بقى انا عندي دروس، انا عندي مش عارف ايه، فكك من الدروس دلوقتي عشان هتروح الدرس مش هتبقى فاهم حاجه خالص. انا عارف ان انت ما صدقت صح، بس هي الدراسات اللي بتقول كده والله مش انا اللي بقول. يبقى دلوقتي اول حل انك تتمشى في الشمس لمده 20 دقيقه كاملين. تاني حل انك لو صحيت من النوم تعبان ترجع تنام تاني. بمناسبه النوم بقى، في موقع لطيف جدا انا عرفته بالصدفه اسمه sleepty.me. sleepty.me ده حضرتك بتخش بتقول له انا عايز اصحى في الوقت الفلاني الساعه 9:30 10:30 ايا يكن، والنتيجه ان هو بيطلع لك فوق عباره عن شويه ارقام المفروض تنام في واحده منهم. ممكن تنام الساعه 9:30، تنام 10:30، تنام 11:30. في ملاحظه لطيفه جدا كاتبينها في الموقع ده، لو جيت بصيت تحت كده هتلاقيها. اما بيقول لك ان تقريبا عشان تخش في مرحله النوم خلاص بتاخد تقريبا ربع ساعه. يعني لو انت مثلا هتصحى الساعه 5 والموقع قال لك ان انت لازم تنام الساعه 9:30، اعمل حسابك ان انت تنام 9:15. يعني من الاخر تبدر عن ميعاد نومك ربع ساعه. لو انا هنام 10:30 انام 10:15، لو هنام الساعه 10 انام الساعه 10:15 وهكذا. ليه؟ عشان خاطر تاخد مرحله النوم بتاعتك بالظبط او عجله النوم بتاعتك. لكن دلوقتي من ضمن اكتر المشاكل اللي بتجيلي انا ما بقدرش التزم بميعاد نومي. دي هنعمل لها فيديو قريب، لكن الفكره اللي هيدور حواليها الفيديو كل المره الجايه انك قبل ميعاد نومك بساعه كامله توقف اي حاجه خالص. يعني مثلا لو دلوقتي انا هنام الساعه 10، الساعه 9 بالظبط هكون موقف كل حاجه، بعيد عن الكمبيوتر، بعيد عن التلفزيون، بعيد عن التليفون حتى. هتقول لي طب هعمل ايه؟ ممكن تقرا في كتاب مثلا، ممكن تقف تبص في البلكونه شويه، وممكن تخرج في الشارع، ممكن تقف على الشارع، اعمل اي حاجه غير انك تشغل نفسك باي حاجه. لان خد بالك صحابك ما بيصدقوا ان انت داخل تنام عشان خاطر يبعتوا لك ما انا كنت فاضي من 5 دقايق، ما انا كنت فاضي يا ولاد تاخدها نصيحه من اخ كبير ليك. تالت حل، مارس رياضة معينة في اليوم. خلينا متفقين حضرتك ان الرياضة من اهم الحاجات اللي انت ممكن تعملها في اليوم بتاعك. نفسي اطلع لعيب بوكس والله. دراسة اتعملت سنة 2010 بتقول ان البني ادم اللي ما بيمارسش رياضة لمدة ساعة ونص بس في الاسبوع، اللي هي 3 مرات في الاسبوع يعني صباح الفل، جسمه بيكون في حالة من الخمول والبرود تماما، ما بيبقاش عايز يعمل اي حاجة. ده ليه؟ لان جسمه مرتاح، فلو تعب حبة صغيرين هيحس ان هو عايز ينام مش قادر وطاقته العقلية طارت. فتالت حاجة انك العب رياضة ولو ربع ساعة او نص ساعة في اليوم، حتى لو تلعب ساعة ونص بس في الأسبوع يا أخي. إيه الرياضة اللي ممكن تلعبها؟ الرياضة اللي ممكن تلعبها إنك تجري في الشقة مثلا، تنط الحبل، تجري في مكانك، انزل اجري في الشارع لو انت ولد طبعا، ازرع شجره، ولد بقره، اي حاجه يعني. طبعا بقى في نهايه الفيديو ما تنساش تبقى تعمل سبسكرايب لو انت مش مشترك في القناه عشان يجيلك ساعه ما ننزل اي فيديو جديد. لو عجبك الفيديو ما تنساش تبقى تعمل لايك، وقول لي تحت في الكومنتات ايه اكتر حته عجبتك في الفيديو. ولو ما عجبكش الفيديو ممكن تعمل ديسلايك وانزل اشتمني تحت في الكومنتات عادي جدا، ما بزعلش. ولو حابب تقول لي ايه اللي ما عجبكش عشان ممكن احسنه قول لي عادي، ايه المشكله؟ احنا بنقبل النقد. السهم المنطلق تحميل.